كلنا سمعنا القصه ديال بن حمد، داك السفاح اللي قتل 3 ديال الناس وشوى الكبده ديال واحد. مشات الصحافه تما وجمعت لينا تصريحات اللي صدماتنا، تصريحات ديال واحد السيد قتل وقرد وسلخ اللحم على العظم وجمع داكشي في ميكات وخواه في الطواليت اللي خدام فيه ديال الجامع. في الحقيقه هو مشهد مروع وصدمنا كاملين، ولكن انا هنا اليوم عندي لكم واحد المشهد اللي غيروعنا اكثر، واحد المشهد اللي غيصدمنا اكثر، ولكن هو واحد المشهد اللي كنعيشوه يوميا غير ما ردي ليش البال. في المغرب من طنجة حتى للقويرة عندنا فقط 10 مستشفيات اللي فيهم اقسام ديال بسيكاتري. يعني في جميع السبيطارات اللي عندنا في المغرب فقط 10 ديال السبيطارات اللي عندهم سيرفيس ديال الامراض العقليه. هذا الرقم كيبان ما يمكنش يدوز لك. عندنا 343 طبيب متخصص في الامراض العقليه، فقط 47 منها اللي خدامه في القطاع العام. يعني في هاد 10 سبيطارات عندنا فقط 47 طبيب متخصص في الامراض العقليه. العدد الاسره هو 1451، يعني 1451 سرير متخصص باش يستقبل المرضى اللي عندهم اضطرابات عقليه ونفسيه في المغرب كامل. عندنا طبيب واحد لكل 100,000 نسمه. ونزيد واحد النيفو ديال الصدمه من الجانب ديال المشهد الاقتصادي. الميزانيه ديال وزاره الصحه 2% فقط منها كيمشي لهاد المستشفيات وهاد الاقسام المتخصصه في الاضطرابات العقليه، 2%. ونزيدو نصدموا اكثر ونقول بان 54% من هاد الاسره اللي هي متخصصه في استقبال المرضى اللي عندهم اضطرابات عقليه كاين ما بين الدار البيضاء، الرباط، طنجة. اي انك الا كنتي خارج من هذه المنطقه الاحتمال ديال انك ما عمرك يكون عندك لاكسي للطبيب متخصص في الامراض العقليه والنفسيه شبه منعدمه. كاين واحد المشهد كيصدم اكثر، هو ان القانون المؤطر لهاد السبيطارات والتخصص ديال الامراض العقليه وديال كيفاش كنتعاملوا مع الناس اللي مرض وعندهم اضطرابات عقليه كيرجع ل 1959. يعني 1959 خرج الظاهر الشريف رقم 158295. اذا السبيطارات ديالنا باقا كتعامل مع المرضى اللي عندهم اضطرابات عقليه. القانون كيرجع لما قبل المسيره الخضراء. حاليا الحكومه سحبت واحد القانون، واحد المشروع ديال القانون باش نجددوا هذا القانون اللي كيرجع للفتره ديال الاستقلال. الحكومه ديال اخنوش سحباته وكتحاول ما يمكن انها تطوروا. هذا قانون الاطار هو قانون منظم اللي كيقاد لنا الارضيه التنظيميه ديال العلاقه ما بين الدوله والمجتمع والمرضى. لان المرضى هذا القانون كيحميهم، كيعطيهم حقوق ديالهم اللي كتحفظ الكرامه ديالهم، وايضا كيعطي وسائل تنظيميه للدوله كنيابه عامه، لان النيابه العامه هي اللي مسؤوله على الحمايه ديال المجتمع وهي اللي كتنوب وكتدافع على المجتمع. الحق ان الا كان واحد السيد كيتعتبر خطر على المجتمع فممكن ان واحد الطبيب يشوفه ويشوف هل فعلا هاد الخطوره ديال هاد السيد هذا ناتجه على امراض عقليه ولا لا، ويتم الايداع ديالو ماشي في السجن ولكن في المستشفيات ديال المتخصصه في الامراض العقليه. اشنو كيعني هادشي؟ كيعني اننا كنحاولوا نعالجوا هاد السيد لانه مريض وماشي اننا كنعاقبوه. وهاد النقطه مهمه نفهموها، ان هاد قانون الاطار ماشي باش نعاقبوا الناس اللي عندهم اضطرابات عقليه واللي خلاتهم انهم يكونوا عنيفين. العكس، انها ملزمه الدوله انها تعطيها الارضيه باش نعالجوا داك السيد. يعني الا كان واحد السيد عنده اضطراب عقلي راه ما كندخلوش للسبيطار باش نحميو فقط الدوله بل ايضا باش نعالجوا. وهذه النقطه مهمه جدا. من الجانب الطبي النسبه ديال المرضى اللي كيكونوا عنيفين كيكونوا قليل بزاف، وماشي اي واحد عنده اضطرابات نفسيه او عقليه فهو راه عنيف وخطر على المجتمع، بل العكس. النسبه ديال العنف
في الامراض العقليه والاضطرابات النفسيه قليل بزاف. داكشي علاش كنقسموهم لثلاثه ديال الانواع. النوع الاول هو اللي كنشوفوه عند المرضى اللي عندهم الانفصام، اللي عندهم لا سكيزوفريني، اللي عندهم لا بسيكوز. اشنا هي لا بسيكوز؟ هو الهلوسه. يعني انا عندي واحد المريض اللي كيشوف الخطر داير به، كيسمع اصوات ما كيناش، وهو فقط كيتخيل الخطر، كيشوف بان داك السيد اللي غيجي يسلم عليه فراه جاي باش يقتلو. يعني كيشوف حوايج بعيده على ارض الواقع، كيشوف واحد الواقع مغاير اللي عامر بالخطر، عامر بالانتقام من الحوايج اللي ما كاينينش في ارض الواقع. داكشي علاش تيجاوب بواحد الجواب اللي هو دفاعي فقط لواحد التهديدات ما كيناش ارض الواقع. تخيل مع واحد السيد كيشوف تهديدات في كل شيء، كيشوف ناس تيتمشى وحده وهو كيتخيلهم بانه باغي يقتلوه، باغي يضربوه، باغيين. داكشي علاش كيستجب لديك الهلوسه بواحد الطريقه عنيفه للدفاع على راسو، او ان داك الصوت اللي كيقول ليه سير قتل، سير دير، سير فعل، فكيديرها. النوع الثاني هو النوع اللي كنشوفوه في الاضطرابات ديال الشخصيه، وهذا النوع اللي كنعتبروه انا اكثر خطوره ولكن قليل شويه عند المرضى اللي كنعتبرهم اونتي سوسيال، يعني المرضى اللي هما ضد المجتمع، وهادو هما الخطر الحقيقي. لان هاد المرضى هادو ما عندهمش واحد المرض معين اللي كيحاولوا يدافعوا على راسهم ولا كيسمعوا شي اصوات ولا بل الشخصيه ديالهم في حد ذاتها هي اللي فيها المشكل. هو انه ما كيحسش بالشفقه، هو انه الا شاف واحد السيد كيموت قدامه ما كيحس بوالو، عادي جدا انه يشوف واحد السيد كيعاني قدامه. وهاد الناس هادو ما كنقولوا عليهم لي بسيكوبات، يعني هما الناس اللي كنجمعوهم في واحد المجموعه ديال الاضطرابات الشخصيه اللي كنسميوها ضد المجتمع، اونتي سوسيال. وهذو هما الاكثر خطوره لانه غير ناتج على واحد المرض معين، ولكن فقط هو اضطراب في الشخصيه ديال المريض اللي فيها مشاكل، لانه هو بطبيعه الحال يقدر انه يستمتع بالمعاناه ديال الاخر، انه ما كيفهمش الالام اللي ممكن يدير، انه ما كيفهمش بانه الا قتل شي واحد فراه العائله ديالو غادي تعيش حياتها كامله وهي في واحد لا تريستيس اللي ما عمرها غادي تتقاضى. غير قادر عقلانيا انه يفهم الاثار ديال لي جيست اللي ممكن يدير، يعني هو فقط كيديرها وما فاهمش علاش وما سوقوش وما مسوقش. وهادو هما الاكثر خطوره. النوع الثالث واللي هو اللي كتير بزاف ولكن اقل خطوره، اللي كنعتبروا العنف فقط هو اعراض من اعراض المرض. يعني الناس مثلا اللي هما اندفاعيين، اللي هما عصبيين، اللي هما ما تيقدروش يكونتروليو لي زيموسيون ديالهم، يعني ما تيقدرش انه يتحكم في العاطفه ديالو. يعني الناس اللي مثلا عندهم بعض الامراض مثلا بحال اقل حاجه بحال الاكتئاب مثلا، اللي كيكون امبولسيف، يعني ملي كيجي يسبوا شي واحد ولا يعايروا شي واحد ولا يكلاكسوني عليه شي واحد في الطوموبيل كيتعصب ويخرج ويغوت وكذا، لانه فقط غير قادر انه يتحكم في العاطفه ديالو. وهذا النوع هو الاكثر اللي موجود، ولكن لحسن الحظ ما تيكونش خطير، لانه واحد سيغتا مومون يقدر انه يكونترولي هذيك العاطفه اللي خرجات اللي تفجرات. وهنا كنجيو للمرحله الثالثه، ان الدماغ ديالنا، في الدماغ ديالنا عندنا بعض المراكز اللي كتحكم في هذه العاطفه. عندنا لو بري فرونتال كورتكس اللي هي الجبهه السنطحه. هاد البري فرونتال كورتكس هذه هي اهم بلاصه اللي كتخلينا اننا نكونتروليو هذاك الاندفاعيه. يعني ملي كتشوف راسك معصب وباغي تضرب شي واحد كتحاول تكالمي راسك، بعض الافكار كتقول مع راسك ولا الا ضربتو غنمشي للحبس، ولا الا ضربتو حشومه، ولا الا ضربتو راه رمضان هذا. يعني كتحاول ما امكن انك تغيزوني، انك بعقلانيه كتحاول تهبط راسك، لا ما خصنيش نديرها، واه كبرنا على هادشي، واش انا باقي بروش، واش انا باقي دري صغير، واش انا باقي مراهق. يعني كتحاول تقنع راسك بان العنف ما عندوش معنى وما خصنيش نكون عنيف. ولكن عندنا واحد البلاصه في الدماغ اللي هي جات شويه لداخل، اللي جات مورا الودنين ولكن لداخل شويه، يعني لو لوب طومبورال لداخل ديال لو لوب طومبورال، كتسمى لي زاميغدال. وهاد البلاصه من الدماغ هي العنيفه، هي اللي كتعطينا العنف. يعني ملي كتنوض وصافي ما قدرتيش تكالمي راسك وكتقول لا 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 لا, لا حتى واحد الوقيته تفرقعتي لان لي زاميغدال تاكتيفاو. وهذاك هو البلاصه في الدماغ اللي كتاكتيفا ملي كتبغي تكون عنيف وتبدا تضرب وتبدا تغوت وتبدا تهرس، هذيك البلاصه بالضبط. ثالث نقطه في الدماغ ديالنا اللي هي لانسولا. لانسولا هي واحد البلاصه، واحد الكورتكس اللي جا شويه لداخل، ماشي بزاف مي جا شويه لداخل. هو هاد لانسولا هي البلاصه اللي كتاكتيفي لنا التعاطف، اي اننا كنفهموا بان
لو جيست اللي غادي ندير الا ضربت داك السيد، الاثار ديال الفعل ديالي. يعني عندي ثلاثه ديال الحوايج. عندي اول حاجه لو بريفرونتال اللي كيخليك تكالما وتعطيك واحد المنطق ديال الا ضربتيه وما خاصكش تضربو، حشومه تضربو، ولا الا ضربتيه راه الوالد ديالك كيشوف، ولا راه غيسيقوا الخبار، ولا بزاف ديال لي غيزونمون منطقيين باش انك ما ديرش داك لو جيست. الا نفترضوا درتيه صافي وتنفجرتي وما قدرتيش تكالمي راسك، والبريفرونتال ما قدرش انه يكالمي لي زاميغدال ويحبسهم، لي زاميغدال اللي قلنا جاو لداخل ديال لو لوب طومبورال اللي جاو هنا كي ياخذوا لو غولي وكيتفرقعوا. ومن بعد ملي كدير داك لو جيست كتحس بواحد التانيب الضمير. الا ضربتيه خسرتي ليه وجهه، هرستيه، درتي شي حاجه اللي عندها واحد التاثير، هذيك الحاجه كتاكتيفا داك التانيب الضمير وبقى فيا في الحقيقه. وعلاش؟ وهذه كنديروها من بعد، يعني من بعد ملي كتضارب وكتخلي ضربو ولا خلا ضربوك وساليتو وتقادا الفيلم، كتجلس مع راسك كتحس بواحد التانيب ديال الضمير، وهذاك التانيب الضمير هو اللي كيجي من الانسولا. هادوك الناس اللي عندهم يعني لي بسيكوبات اللي عندهم نوتي سوسيال هما ما قادرينش يحسوا ولا يفهموا بالاثار ديال داكشي اللي كيديروا، وهادو هما الخطوره الفعليه ديال المجتمع. لان الناس اللي عندهم البسيكوز عندهم سكيزوفرينيا واللي كيتخيلوا الخطر داير به، واحد سيغتان مومون غادي يتعالج، واحد سيغتان مومون غادي نعطيوه الدواء وغادي يولي لاباس. ولكن الناس اللي هما كيعشقوا العنف وكيعشقوا انهم يضربوا ويقتلوا ويضاربوا وما عندوش مشكل، هادو هما الخطر الحقيقي. وهادو علاش القانون ديال 1959 خرج باش يكونتروليهم. وفي الاغلبيه ديال الحالات ديال هاد الناس راه كيساليو في الحبس لانهم ما كيطولوش بزاف برا ديال الحبس. فلهذا ما كنشوفش سبب اننا نتصدموا بان واحد النهار واحد الحمار غادي يجي يقتل شي واحد ولا يدير شي كارثه. ولكن انا مخلوع، ماشي مصدوم، ولكن انا مخلوع. اللي خلعني هو ما عندي حتى شي ضمانه الا غدا ولا بالغدا انا براسي حماقيت، الا انا هرب لي الفريخ. شنو هي الضمانات اللي عندي بان غادي ندخل لواحد السبيطار اللي غيتهلاو فيا واللي غادي يعطوني العلاج الملائم؟ انت ممكن ما كتشوفهاش من هاد وجهة النظر لانك كتامن بان دماغ قوي وقاصح ومستحيل انك يهرب لك الفريخ، كما عندك حتى شي ضمانات. حنا عارفين بان القرقوبي قد هكا قد لوزه، الا كليتيها يقدر تقتل والديك، يقدر انك تنفجر، يقدر دير اللي بغيتي. دماغنا ماشي كيما كيصحابنا، دماغنا كنتخيلوه بلي قوي وقاصح وحنا رجاله وحنا كذا وكذا وما عندكماش تخاف. في الاخير كما قلنا دواء صغيور، حبه صغيره خداها الدماغ تيهرب ليه. الناس اللي كيتعاملوا مع سكيري كما كنقولوا فكاس ديال الشراب ممكن انك تخرج دير اللي بغيتي. مخنا ماشي داك العضو اللي كنامنوا بلي انه قاصح وصعيب وشخصيتنا قويه وكذا، لا، غدا ولا بالغدا يقدر انا ولا انت يهرب ليه. ولكن شنو هي الضمانات بان المجتمع غادي يتفهم هذا الامر باننا فيلنيرابل، باننا غدا ولا بالغدا واحد فينا يقدر انه يهرب ليه؟ القصه ديال سفاح بن احمد غادي تنسى من هنا سيمانه، شهر، شهرين، من بعد تشوف تيفي غادي تمشي تقلب على شي كارثه اخرى في شي قنت اخر، وغادي نرجعوا للواقع ديالنا، للمجتمع ديالنا اللي الحمق كنضربوه بالحجر والدراري الصغار كيجي واحد يجر ليه المانطا ديالو، ولا يجي المخزن ويجريو عليه من بلاصه لبلاصه، ولا نهزوه ونديوه للسبيطار ويعاود يخرج غدا، والواقع ما يتبدلش. هاد القصه كثير الانتباه لان القضيه فيها الشوا، فيها الكبده مشويه. هادشي اللي كثير الانتباه. ماشي الهدف ديالنا هو اننا نفهموا علاش كاين هذا المشكل، الهدف بكل بساطه هو اننا نلبيو الغريزه ديالنا، ديك الغريزه ديال الفضول، لان القصه بطبيعه الحال قصه غريبه، داكشي لاكسيون فهمتي، كثير الانتباه. حتى شي واحد ما غادي يفكر كيفاش هاد القصه هادي ممكن اننا نتعلموا منها وانها ما غاديش توقع، وغالبا غادي توقع بحالها، ممكن بطريقه او باخرى. القضيه ما يكونش فيها الشوي، يقدر يكون فيها الطحال، ولكن غالبا غيكون عاوتاني جرائم مستقبليه سخنا ليها الخبر ولا لا. كما قلنا الانسان فولنيرابل، غدا ولا بعد غدا غنبغي نخرج داك الضغط النفسي اللي عندي، غادي نخرجه اما في ولادي، نضرب ولدي ولا نضرب مرتي ولا نتفرقع ولا نقتل ولا نسكت ونسكت 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 تنقتل راسي. حيت كاينين اغلب الحالات الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه كيبردوا الغضيض في راسهم. اهم شيء هو اننا نخرجوا من هذا الوهم.
هذا الوهم ديال اننا مجتمع الله يعمر ليه الدار، مجتمع طيب، مجتمع كبير، قوة ضاربة، ما يمكنش نزيدو لقدام الا كنا كنخبيو المشاكل ديالنا. المجتمع مجتمع مريض نوعا ما، كاين واحد النوع ديال الهشاشة النفسية، الهشاشة الاجتماعية، اللي بطريقة او باخرى غادي تخرج على طريق كوارث بحال هاد الكارثة اللي شفنا في بن حمد، او كوارث اقل كما العنف الاسري اللي كنشوفو، كما تعاطي المخدرات، كما العنف اللي كنشوفو في الزنقه، او اكبر من هادشي اللي شفنا في بن حمد. كاينه واحد الهشاشه خطيره خاصنا نفهموها، خاصنا نفهمو بان المجتمع ماشي مجتمع الله يعمر ليه الدار وزوين وحنا اذكى شعب وحنا اروع شعب و و و و هاد الوهم ما غينفعنا بوالو. نفترضوا فرضا باننا مجتمع رائع وما كاينش بحالو، ومن بعد بطبيعه الحال خاصنا نزيدو نتطوروا. الا انت كتشوف راسك واعر فعلاش غادي تطور؟ راك واعر. خصنا نفهموا بان المجتمع المغربي مجتمع عنده مشاكل ديال بصح، مشاكل اسريه، مشاكل اخلاقيه، مشاكل سياسيه، اللي خاصنا نحللوها بطريقه معقوله. واول حاجه هو ان نشوفوا راسنا في المرايه، اهم شيء هو نشوفوا راسنا في المرايه وما نعتبروش راسنا باننا حنا واعرين والاخر هو اللي خايب. اذا ما نخليوش دوك الارواح الله يرحمها اللي دازت الاخره على يد هاد السفاح وهاد المجرم وهاد المريض اللي مريض فعلا في بن حمد انها تمشي هباء منثورا. سنتعلموا من هاد القصه، نتعلموا باللي انا ولا انت ولا اي واحد داير حداك ممكن غدا ولا بعد غدا يولي حتى هو سفاح. داكشي علاش كنطالبوا بضمانات ان النهار اللي يهرب لينا، اللي هي احتماليه وارده، نلقاو ناس اللي غادي يعتنيو بينا، ناس اللي غادي يفهمونا، ناس اللي غيداويونا. حاليا في المغرب باش تمشي تشوف طبيب نفسي او تشوف بسيكولوج فسان بريفيليج، تكون لاباس عليك، خاصك باش تمشي تخلص 300 درهم ولا 400 درهم في جلسه، ما سهلش. المشكل ديال الصحه النفسيه في المغرب مشكل كبير، والمجتمع مجتمع هش. وهاد الناس اللي توفاو في بن حمد ما خاص تمشي الروح ديالهم هباء منثورا. الهدف هو ماشي ان داك السيد يدخل الحبس ولا نعدموه ولا نقتلوه، ولا الهدف هو ان بحال ديك المجزره ما تعاودش. والاهم هو اننا ما نكونوش جزء من ديك المجزره، لاننا حاليا نحن جزء من ديك المجزره. الطريقه باش كتعاملوا مع الناس الحماق، الطريقه كيفاش كنضحكوا عليهم، الطريقه كيفاش ما كنتفاهموهمش، والطريقه كيفاش كنسحاب لينا حنا قوه منهم واننا ما عمرنا نتحطوا في ديك الخانه ديال الحماق. هاد الثقه في النفس الزائده خاصنا نحيدو منها ونعرفوا بان غدا ولا بعد غدا اي واحد فينا يقدر يهرب ليه الريح. داكشي علاش كنطالبوا بضمانات من المجتمع ومن الاراده السياسيه، والا فهادوك الناس اللي توفاو في بن حمد مشاو هباء منثورا بدون قيمه، والا فالكوارث غادي يزيدوا ويزيدوا يتفاقموا يتفاقموا يتفاقموا، ونحن جزء من المشكل. على الاقل انا كنعتبر راسي جزء من المشكل. انت ممكن ما تعتبرش راسك جزء من المشكل، شغلك هذاك. انا عندي الشجاعه انني نقول بلي انا جزء من المشكل، والا كنت قادر انني نكون لحد الساعه في هذا اليوم هذا قادر انني نقول انا جزء من المشكل، فكلنا خاصنا بطريقه او باخرى نفهموا كيفاش نكونوا جزء من الحل. وكنعتبر هذا البودكاست جزء من الحل، وكنتمنى بطريقه او باخرى نكون واحد النهار جزء من الحل. وشكرا.